اهلا بيكم. قبل ما ابدا الفيلم وحشتوني جدا جدا جدا، والنهارده جايب لكم فيلم جديد اكشن ورومانسيه وانتقام يخلي القلب الشجاع يحس بالخوف، واحداثه كلها مفاجآت وانت اللي هتحكم وتشوف، ومش اي حد، ده النجم تايجر شروف. يلا بينا. وبيبدا الفيلم بالصلاه على النبي كده. من اولها بنشوف عربيه بتطير في الهواء ومتدمره تماما، والشخص اللي جوه العربيه ده هو بطل فيلمنا اللي هيولعها نار ودمار، بطل الفيلم روني، واللي كان متبهدل ومتشلفط على الاخر. لا وكمان العربيه بتكون مقلوبه على قضبان القطر، والقطر داخل عليه، وطبعا روني مش قادر يتحرك ومستسلم تماما للموت. لا وعمال بيبتسم، واللي هو يعني هلاقيها من الشقلبه اللي اتشقلبتها ولا منك يا قطر يا ابن القطر. لكن بنعرف بعد كده ان القطر وقف في اللحظات الاخيره، وبتيجي الاسعاف وبينقلوه على المستشفى. وهناك بقى بنشوف اخوه شاتي، اللي لما عرف ان روني بين الحياه والموت فبيكون في منتهى الخوف على اخوه. بس الدكتور طمنه وقال له انت لازم تهدى، هما دلوقتي في العمليات والموضوع مش سهل علشان حالته صعبه جدا. وفعلا بيعملوا العمليه واخيرا بيلحقوه، برغم ان قلبه وقف كذا مره، لكن نجحوا انهم يلحقوه في اللحظات الاخيره. وبيدخل في غيبوبه لمده 7 شهور، والكل بيكون فقد الامل ان هو هيقوم مره ثانيه، لحد ما فاجئ الكل وبيمسك دراع الممرضه وكانه متمسك بالحياه لهدف معين. واول جمله قالها سال على واحده اسمها إليشا، لكن طبعا الممرضه ما عندهاش اي فكره عن البنت اللي هو بيسال عنها. وبعد كام يوم واخيرا قام بالسلامه، وكمان اخوه شيتي بياخده وبيروحوا على البيت. بس من اللحظه دي بتبقى حياه روني كئيبه جدا، مش طايق يسمع حد ولا بيتكلم مع حد، وكانه انعزل عن العالم كله. وكل اللي هو بيعمله بيتفرج على صور حبيبته إليشا، والسجاير المحشيه ما بتفارقش ايده، وكل يوم عمال بيشرب لحد ما بيغيب عن الوعي. وهنا بقى بتحصل حاجه غريبه، علشان بيعدي تحت بيته جنازه غريبه جدا، والناس اللي كانوا فيها شكلهم اغرب من الخيال ومرعب جدا، وشويه منهم لابسين اقنعه سودا وشكلهم مش طبيعيين، والطقوس بتاعتهم في قمه الرعب. بس روني بقى لانه محترم وبيراعي ان هم في عزا، فبينزل لهم وهو متدرمغ على الاخر وسكران طينه، وبيشد سلك الكهرباء ووقف في وسط الجنازه وقال لهم الف الف مبروك، عقبالكم كلكم، ولعلمكم بقى شويه اوباش، الراجل اللي انتوا زعلانين عليه ده ميت وهو عنده 105 سنه، يعني خد كفايته من الدنيا، وده غير ان هو ازبل واوقح راجل في العالم كله. والناس كلهم مستغربين من الكلام اللي بيقوله. لا وكمان نازل لهم وهو لابس البورنوس، فبيجي واحد منهم ومش عاجبه الكلام وقام ضارب روني. بس على مين؟ ده روني ابن الجحدين، بيصح الوحش اللي جواه، واللي هو يعني انا كده كده مش فارق معايا حياه او موت، ويا اهلا بالمعارك. ودخل عليهم زي الوحش اللي ما بيريحش، ومسك العيال وعمال بيكسر فيهم ضربه يمين وضربه شمال، ونازل فيهم ضرب واحد ورا التاني ورا التالت، والشارع اتحول لساحه حرب. ومش بس كده، ده عمال بيكسر في عظمهم حرفيا. بس ولاد الهرمه بيتكاتروا عليه، وبرغم كده محدش فيهم قادر يسد قصاده. لكن في اللحظه دي بقى روني بيتصدم اول لما شاف اخوه شيتي واقف في البلكونه وعمال يبص عليه بكل برود، وهو شايفه داخل عركه لوحده وبطوله، ولا كانه واحد غريب ما يعرفوش. وروني عمال يبص له وهو في منتهى الصدمه، واللي هو يا ابن الغدارين، امال لو ما كنتش تنزل تساعد اخوك يبقى ايه لازمتك في الحياه؟ وبعد ما خلص العركه معاهم بيطلع البيت مره تانية، وشيتي بقى هو اللي بيتخانق معاه وقال له يا عم حرام عليك بقى، مش كفايه بيتك بقى زي الزريبه والقرف اللي انت عايش فيه، وكمان بتنزل الشارع زي المجنون؟ لا بقى وكفايه لحد كده، واحنا لازم نروح للدكتور. وفعلا بيروحوا لدكتور نفسي، وشيتي قال له يا دكتور انا خلاص ما عدتش قادر اتحمله، واللي بيحصل ده كتير. وروني بقى حياته بقت مشاكل وصراعات، وده غير المزبله اللي هو عايش فيها، بعد ما كان اكتر شخص منضبط في حياته اتحول لواحد تاني. وانا مش فاهم الحادثه دي اثرت عليه كده ازاي. وروني قال له انت بالذات ما تتكلمش وتخرس خالص، مش عايز اسمع صوتك بقى، انت يا واطي اللي اسمك اخويا، شايفني واقف تحت بتخانق وعمال اضرب واتضرب وانت واقف بتتفرج زي الولايه؟ ايه مش مكسوف من نفسك؟ ده اخوك بيتخانق يا جدع وانت واقف بتتفرج عليا، وفي الاخر تقول لي كان منضبط وعايش في مزبله؟ ده مفيش ازبل منك. وشيتي قال له يا عم كفايه بقى، انا جبت اخري، واتفضل يا دكتور شوف بنفسك، ادي الخناقه اللي هو بيقول عليها. والدكتور بيتصدم وقال له روني تعالى تعالى بص يا حبيبي. وروني قال له لا ما تتصدمش، انا عارف ان انا جامد، وانا بالصلاه على النبي كده ادخل على كتيبه كامله واكومهم زي الخرفان. قال له يا عم والنبي تنيل على عينك وتعالى بص. وهنا بتكون الصدمه، لان روني كان بيتخانق مع نفسه وعمال بيضرب في نفسه، وما كانش في اي حد ماشي في الشارع ولا حتى قطه معديه، وبنعرف ان هو كان مغيب تماما، يعني كل ده كان مجرد تخيلات في دماغ روني. وبرغم كده روني ما اقتنعش بالكلام ده وقال لهم انتوا كدابين وانا هوريكم الحقيقه. وبيخلع القميص وقال لهم شوفوا بقى اثار الضرب والجروح، والاتنين عمالين يبصوا وايه ده فين اثار الضرب والجروح دي؟ انت بتشتغل نفسك يا ابني ولا بتشتغلنا؟ وبرضه مش مصدق واللي هو انتوا كدابين، وسابهم ومشي. وشيتي قال للدكتور وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ الواد بيضيع مني
وانا ما صدقت ان هو قام بالسلامه. والدكتور قال له اطمن، دي كلها اثار ما بعد العمليه، واللي حصل فيه مش سهل. واخوك اول لما فاق سأل على واحده، وده معناه ان في واحده في حياته وهو عمال بيدور عليها. وشيتي قال له يا عم ده لو على كده ده انا اجيب له 7 بنات مش واحده بس. وانت عندك حق. روني اول لما فاق كان عمال بيسأل على بنت اسمها إليشا، وانا بقى دورت عليها بس ما لقيتش ليها اي اثر، وكانها واحده في خياله هو بس. والصدمه بقى ان روني وقتها اصلا كان عارف مكان القبر بتاع حبيبته إليشا، وبنعرف انها اصلا ماتت. وهو راح عند قبرها وعمال يعيط زي المجنون، وقال لها سبتني لوحدي ليه وانت الوحيده اللي كنت بتصدقيني، وانا من بعدك الدنيا اسودت في عيني. وبتعدي كام ساعه وبيرجع البيت مره تانية، وفجاه بيلاقي قدامه صاروخ ارض جو، حته مزه مفيش بعد كده. وبتقول له هاي انا اوليفيا، وانت اسمك ايه؟ قال لها اسمه روني. فبتقول له الله اسمك حلو قوي يا روني، على فكره اخوك بعتني هنا علشان اعمل لك كل حاجه نفسك فيها. وبتقرب منه وعماله بتدلع عليه. وروني قال لها لا 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 اهدي كده يا اوليفيا يا اللي حاطه كريم نيفيا، انت اي نعم عايزه تدلعي وتدلعي بس بامانه برافو عليكي انت جيتي في وقتك. فبتقول له بس كده ده انا خدمتك. وقال لها ايوه شكلك فهمتيني، خدي بقى الهدوم دي علشان عاوزه تتغسل، وخش اغسلي المواعين وظبطي الشقه كلها بدل ما اخويا عمال يذلني ان انا عايش في زريبه. فبتقول له نعم يا عينيا، يعني انا جيت هنا علشان بس اغسل المواعين؟ قال لها لا والهدوم كمان ما تنساهاش. فبتتصدم وفعلا بتعمل اللي هو عايزه، وبتخلي الشقه والهدوم اخر روقان. بس بعد شويه بتطلع له وهو متضايق، وبتقول له لا بقى بقول لك ايه انا رقاصه محترم، هو اي نعم انا فتاه ليل بس شريفه وعفيفه ماليش في الغسيل، لكن ليا في حاجات تانية، تحب اوريك امكانياتي؟ وروني قال لها لا يا حياتي فكك بقى من الكلام ده، وانا ما صدقت الاقي حد علشان افضفض معاه، وتعالي بقى لما احكي لك عن حبي الاولاني. وفعلا فضل يحكي لها عن حبيبته إليشا وازاي كانوا عايشين مع بعض، خروجات وفسح على الشط، وقضوا احلى ايام مع بعض هما الاثنين. وبعدين جاب من الاخر وقال لها ان هو هيتقدم لها، والبنت كانت هتموت من الفرحه. وبتنتهي قصه حبهم بحادثه مدبره وبتموت فيها إليشا. وطبعا لما بيفتكر كل ذكرياته بيكون في منتهى الحزن عليها، وبيدخل جوه يعيط لوحده وهو عمال بيحسس بايده على الصوره بتاعتها. وهنا بتحصل مفاجاه تانية علشان الصوره دي هي مش موجوده فيها اساسا، وبتكون صورته مع اخوه شيتي. والموضوع وصل لمرحله الجنان، وطبعا روني بيتجنن اكتر، واللي هو يعني ايه اللي بيحصل ده، وبيدور على اي صوره ليها ما بين الكتب او في الموبايل، وكل حاجه اختفت تماما، حتى الفيديوهات والصور بتاعتها على تليفونه فجاه كده ما عادش ليها اثر. والموضوع كده دخل في قصه هلوسه وهو عايش فيها لوحده. فبينزل بقى هو متعصب جدا ومش طايق نفسه، وبيطلع يجري على الورشه بتاعت اخوه اللي كان قاعد بيشتغل في امان الله، والست اللي وزنها 5 طن دي واقفه جنبه وهو بيصلح لها العربيه. في الوقت ده روني دخل عليه ومسك اخوه من هدومه وقال له تعالى معايا ده انا هوديك في 60 داهيه. وبياخده على البيت، وروني قال له ولا انت اخويا بس انا ممكن اعاملك معامله العبيد، وهنسى انك اخويا لو انت ما قلتليش انت ازاي تتفق عليا كده. وانت قول لي انت وديت صور إليشا فين؟ وانا متاكد ان انت خافتها زي ما انا متاكد ان كل يوم عشته معاها كان حقيقي وما كانش مجرد هلوسه. وشيتي بقول له يا عم يهديك ويرضيك ما فيش واحده بالاسم ده اصلا، دي مجرد تهيؤات. بس في الوقت ده الظباط بيحضروا في المكان علشان بنعرف ان الست اللي هي 5 طن دي اتصلت بيهم وخافت لا يعملوا في بعض حاجه. لا وروني طالع لهم ومعاه شوكه، واللي هو يعني اللي هيقرب انا هعمل منه مكرونه سباكيتي. ومش بس كده، ده كمان روني كان رافض يروح معاهم القسم، وكان لسه هيضرب مأمور القسم بذات نفسه الضابط ارجون. بس ارجون قال له على فكره انت دلوقتي بصمتك بقت على هدومي، وطالما انت مش عايز تيجي معايا هقول لهم انك هربت، وساعتها هلبسك مصيبه وهتعيش بقيت حياتك في السجن. وفي الاخر بيروح معاهم وهو مولع نار وكأن دخان هيطلع من ودانه، لا وكمان مكلبشينه وكأن حته الكلبش ده هو اللي هيحوشه عنه. وشيتو يقول له يا باشا اخويا ما عملش حاجه، ده بس مجرد خلاف بينه وبينه واحنا اخوات يعني في الاخر. لكن الضابط بيكون مصمم يعرف الخلاف اللي ما بينهم، وبيقول لهم بصوا كده من الاخر الحوار ده فيه حريم شمال. وروني بيسمع الكلمتين دول من هنا وبيتعصب جدا وبيقول له حريم شمال مين يا راجل يا شمال، وهوبا بيكسر الكلبش اللي في ايده ده ولا كانه كان متكلبش بمناديل ورق. المهم الضابط بعد ما عرف حكايته وان هو بيعدي بازمه نفسيه بسبب اللي حصل له وان كل ده مجرد تخيلات، ساعتها روني قال لهم بصوا بقى طالما انتوا مش مصدقيني تعالوا معايا وانا هوريكم القبر بتاع إليشا. وفعلا كلهم راحوا معاه، وروني قال له اتفضل يا باشا شفت بقى انك ظالمني. والضابط قال له ظلمك ده انا شكلي كده هاخدك على الاسم مره ثانيه، ده بتاع واحده اسمها ماري والست ميته وهي عندها 92 سنه، يعني اكيد مش حبيبتك ولا انت ليك في العتاقي. وهنا بتكون الصدمه علشان روني بيتصدم واللي هو ازاي يعني اسمها ماري وعندها 92 سنه، لكن برغم كده ما كانش مقتنع، والاخر لحظه كان بيحاول يثبت كلامه وبيجيب الست الكمل دي اللي بتكون دايما قاعده عند المقابر واللي تقريبا كده مرات البواب. وبعدين قال لها يا ست الكل مش انت بتشوفيني وانا هنا كل يوم؟ فبتقول
فبتقول لهم ايوه طبعا انا بشوفه وهو عمال بيعيط كل يوم عند القبر ده، وانا كنت مفكره ان ماري دي اصلا تبقى امه. وهو بيتصدم تاني وعمال يبص لها قوي، واللي هو يعني يلا يا حاجه من هنا الله يسهل لك بدل ما تفينك انت كمان. وارجون حاول يهديه وقال له بص بقى انت تحكي لي الحكايه كلها من اولها لاخرها. وفعلا بدأ يحكي لهم الحكايه من اولها، وان هو اصلا كان ظابط وفي يوم من الايام كان بيمارس هواياته المفضله في الجري ورا المجرمين. وبالصدفه بنشوف إليشا واصحابها واقفين بيصوروا فيديو تيك توك على اغنيه انا وانا بشحت بالكتار، وهوبا روني بيعدي من جنبهم علشان يمسك البلطجي، وفي ثانيه الا ثانيه بيمد ايده وبيسحب تليفون إليشا وبيحدف التليفون على المجرم ده، وفعلا بيجي فيه، بس المجرم بعد كده بيهرب والتليفون هو اللي بيتدشدش. فبيرجع مره تانيه لإليشا ولا انا اسف انا ما كانش قصدي، انا بس كنت عايز اقبض عليه، وعموما خد الموبايل ده مؤقتا لحد ما اجيب لي غيره. وإليشا بقى اول لما بتشوفه بتقول بس الواد ده حلو ومز، وعينيها عماله بتطلع قلوب، واللي هو يعني انت هتبقى بتاعي ومرسوم على دراعي. وهو كمان ما بطلش تفكير فيها، وحتى تاني يوم لما راح يقعد في البر مع صاحبه عمال بيفكر فيها، وهوبا بيجي نفس البلطجي اللي كان عمال بيجري وراه، بيكون جاي وباقي الشله وعايزين يتخانقوا مع روني، بس هو قال لهم لا المكان ده هادي ومحترم والناس هنا بتعمل دماغ، تعالوا بقى كده ونتخانق بره، ويلا بقى يا حلوين مين فيكم الدكر اللي امه داعيه عليه واللي هيبدا معايا الاول. وبيمسك اول واحد وكسر دراعه، ودخل على التاني وكسر رجله، وبقيه الرجاله اتحولوا للفيران، ويلا بقى نهرب. وبيمسك الزعيم بتاعهم وحط عليه هو كمان، ولان قلبه قلب خصايه وحنين فبياخدهم في التوك توك ده على بعض كده علشان يروح يعالجهم. ويا محاسن الصدف بقى بيطلع ان إليشا اصلا دكتوره وشغاله في المستشفى دي، فبتسيب كل الرجاله المتشلوحين على الاخر وبتروح لروني وبتقول له ايه ده رقبتك متعوره تعالى لما اعالجك. وهو عمال يبص لها قوي، واللي هو يعني ده انا فداكي ورقبتي كمان فداكي، بس لو ركزت اكتر من كده هتلاقي في حاجات تانية مجروحه فيا ممكن تعالجيها. واستحلى الموضوع على الاخر، وكل ما بتعالجه وتحط شاش كان دايما بيشيله ويقول لها شفتي اتزحلقت لوحدها تعالي بقى وحط تاني، وكل شويه يتصل بيها ويفتح اي موضوع وخلاص. وفي الاخر قال لها على فكره انا هصلح لك التليفون بتاعك وتعالي قابليني. وهي كدكتوره محترمه ومتربيه فبتروح تقابله عادي جدا، ويا دوب لسه قاعدين في الكافيه وقبل ما يشربوا اي حاجه ويقولوا كلمتين فبيلاقوا عصابتين مالهمش اي 60 لازمه واقفين في نص الطريق ونازلين دب في بعض. بس المشكله ان في واحد فيهم بيطلع سلاح وبيخلص على كام واحد من العصابه التانيه، وطبعا روني مش قادر يستحمل وجرأيها شويه اطفال خلاص قلعتوا الكفوله وبقيتوا بتتخانقوا وبتمسكوا سلاح، وبينزل فيهم ضرب واحد ورا التاني، واللي هو اسد جعان ودخل على شويه خرفان. وهوبا الشاب اللي معاه سلاح بيحط السلاح ده على دماغ روني وبيقول له انا هقتلك. وإليشا بقى بدل ما تتصرف وتتصل بالحكومه ولا حتى تقعد على اي جنب، لا بالعكس ده جنون العظمه سيطر عليها، وقامت رايحه ناحيتهم وقامت ماسكه السلاح وحطيته على دماغها هي، واللي هو يعني انا فداك يا ابو العيال. وابو العيال بيتجنن انت بتحط السلاح على دماغ الحته بتاعتي، ده اللي يقرب من المدام يبقى حكم على نفسه بالاعدام، واللي فات هزار واللي جاي ضرب نار، ونازل فيهم ضرب وتخبيط. وهي في وسط العركه حد بيزقها ورماها بعيد لحد ما روني خلص عليهم كلهم وخلاهم متكومين على الارض. ومن وقتها إليشا بقى بقت معجبه بروني جدا، والاتنين عايشين في اجمل قصه حب مع بعض، وهي مش سايباه في اي مكان. لحد ما في يوم إليشا قررت ان هي تاخد روني وتعرفوا على اختها، وبتاخده فعلا البيت وكلهم اتعرفوا على بعض، وكان مبسوط معاهم جدا. لو كمان عرفته على كل اطفال العيله، فبتعمل له مفاجاه وبتقول له انا عملت لك احلى رسمه، وشاف الرسمه بايظه جدا فبيتضايق ومسك الورقه ورماها، لكن رماها ورا صوره كبيره جدا متعلقه على الحيط. لكن في الاخر بيكتشف انها بتهزر معاه ورسمه له ايه احلى رسمه ليهم هما الاثنين، فبيفرح قوي وبيكمل بقيه اليوم معاهم، وهي مش سايباه في اي مكان بيروح، وحتى لما كان بيسافر كانت بتروح معاه وبتودعه. ونرجع لوقتنا الحالي، والظابط ارجون لما عرف كل الحاجات دي فبقول له ايوه يعني وهي ماتت ازاي؟ قال له ماتت في حادثه قطر. وبنكتشف ان هما الاثنين كانوا مع بعض في العربيه اللي اتقلبت، وساعتها شافها بتموت وهي قصاد عينيه، وكان عمال يبص للقطر وهو داخل عليه بنظره كلها يأس وكانه مستني الموت ومش عايز اي حاجه بعد ما حبيبته ماتت. وارجون بيقول له طب كويس قوي، بما ان الاسعاف جت نقلتك على المستشفى فطبيعي يكون في اي سجلات او معلومات عنك وعن إليشا، فتعالوا بقى نروح نشوفها. وفعلا بيروحوا على المستشفى وبيسالوا الناس اللي نقلوهم في الاسعاف، وساعتها السواق قال له لا يا باشا ده كان لوحده ما كانش معاه اي حد في العربيه. وشكل الموضوع بدا يكبر اكتر وعمال بيتعقد، وده معناه ان إليشا دي مالهاش وجود اصلا. بس برغم كده الظابط ارجون بيفضل مع روني للاخر، وكمان بيروح معاه علشان يشوف كل الكاميرات اللي موجوده على الطريق. وهنا بقى بتكون الصدمه الكبيره علشان روني كان لوحده اصلا في العربيه. بعد كده روني ركب مع الظابط وهو شاف واحده
واحده راكبه عربيتها، فبينزل بسرعه وبيطلع يجري وراها، وبنعرف ان الست دي هي نفسها كريستينا اخت حبيبته إليشا، لحد ما نفسه اتقطع وقال لها انا عارفك يا كريستينا، انت اخت إليشا، انت مش فاكراني؟ انا روني اللي جيت لكم البيت حبيب اختك إليشا، وارجوكي قولوا لهم ان انا مش كذاب، ولازم تقولي الحقيقه ان انا حبيت اختك إليشا، وهي فعلا كانت موجوده في حياتي، مع اني كنت عارف كويس ان انت كنت رافض علاقتي بيها، بس ارجوكي عرفيهم الحقيقه. وهنا بتحصل الصدمه ال55 في الفيلم، لان الست دي بتقول له هو انت عبيط يا ابني؟ انا اصلا ما اسميش كريستينا ولا ليا اخوات بنات، وابعد عني احسن لك. وطبعا روني بيسمع الكلمتين دول وهيتجنن، وكان لسه هيضرب الضابط، وساعتها ارجون بيقول له لا مفيش فايده بقى، وانا لازم ارميك في السجن. وشيتي كل شويه يروح له ويترجى ان هو يخرجه، لكن الضابط ارجون مفيش اي فايده ورافض ان هو يخرجه، لولا بقى ان البنت اللي اسمها اوليفيا بتيجي ومعاها محامي وبيحلوا الموضوع، وهي بتدفع الكفاله وبيخلصوا الورق وفعلا بيخرج. لكن روني بياخد باله ان هي بتمضي باسم إليشا مش باسم اوليفيا، لكن ما ركزش قوي وبياخد بعضه وبيروح. ولما رجع البيت بيكون تعبان جدا، والبنت بتفضل معاه وبتعمل له كمادات وبتعالج جروحه، وبتقف قدامه كده بالبورنوس وبتحاول تعمل له اغراء، وشكلها كده السفاله بتجري في دمها. بس روني بيكون زي بالظبط مخلص جدا لحبيبته حتى لاخر لحظه، وسامحني يا رب على الكذب اللي انا فيه. والمزه بتتضايق وبتمسك الورقه دي وبتكرمشها وبتقوم رمياها. في الوقت ده روني بقى ساعتها عينه بتلمع قوي، وبيقول لها هو انا ازاي نسيت الحاجه دي، وبيسيبها وبيمشي وبيطلع يجري. وتقريبا كده طول الفيلم ما بيعملش اي حاجه غير ان هو بيجري وبس. المهم في الاخر بيروح على بيت قديم، وبنعرف ان البيت ده بتاع إليشا واختها كريستينا، اللي اتحول لمكان مرعب جدا وكانه بقاله 100 سنه ما حدش عاش فيه. واول حاجه فكر يعملها ان هو يدور على الورقه اللي رماها ورا اللوحه الكبيره علشان يتاكد ان كل اللي حصل ده كان حقيقي ومش مجرد هلوسه. ودخل في وسط الضلمه وعمال بيدور على اللوحه الكبيره، بس هنا بيلاقي عدد كبير من الناس، وهم نفسهم الناس اللي شكلهم مرعب واللي دايما بيلبسوا اقنعه. وهو بص لهم قوي وقال لا مش وقته هلوسه خالص، دول اكيد تهيؤات بسبب الصدمه اللي مريت بيها، وانا مش هاخد اي اكشن ومش هقع في نفس الغلطه مرتين ورا بعض. لحد ما شاف اللوحه قدامه وهنا بيتصدم، وده معناه ان كل حاجه عاشها كانت بجد وحقي وحقيقي. وهوبا بيلاقي واحد منهم مسك سلاح وبينشن عليه لحد ما رجعه مترين ورا، وروني فضل متكون مكانه، واللي هو يعني هو انتوا خيال ولا حقيقه؟ وكلهم محاوطينه وعمالين يبصوا له، واللي هو يعني ده الموضوع طلع بجد مش هلوسه. ومش بس كده، دول كلهم نازلين ضرب فيه، وما اقتنعش ان هم ناس حقيقيين غير لما لقى نفسه بينزف دم. قال بس عليا وعلى اعدائي تعالوا. ومن اللحظه دي روني بيتحول لآلة قتاليه مدمره، واللي فات سكر زياده واللي جاي قهوه ساده على الكل، وحرفيا كده الدم بقى مغرق كل مكان. والمره دي ما كانش ناوي يعلمهم الادب، لا ده ناوي يخلص عليهم كلهم وبطريقه في منتهى البشاعه. وخوفا على مشاعركم انا مش هبين هو بيقتل فيهم ازاي، لحد ما خلص على نصهم ومسك الواد اللي ضرب عليه طلقه ومسكه مسكه معلمين وقفش سيخ حديد وبيدخله في راسه وبيعديه من زوره لحد ما طلعه من مخه، يعني حاجه كده في منتهى الرعب. وبقيه الرجاله شافوه زي الاسد الجعان، قالوا لا ده احنا ننفد بعمرنا، بس على مين؟ ده حالف ان هو يخلص عليهم كلهم، وبيجري وراهم وعمال بيقتل فيهم واحد ورا التاني. وبقيه الرجاله كلهم اتجمعوا عليه بالسكاكين، وواحد فيهم اداله سكينه في كتفه. وروني قال له يا ابن الغداره بقى بتغفلني يا توتو، طب تعالى. ودخل عليهم كلهم لحد ما قطعهم حتت حتت. تفتكر خلصت؟ لسه، علشان بيمسك الشومه وداخل على الباقيين وهما مش عارفين يروحوا فين ولا فين. والواد ايه صحته حلوه وشكله كده بالح حاجه، وما سابهمش غير لما خلص عليهم كلهم. وبيخرج مره تانية علشان يتاكد من اللي هو جاي علشانه. وهنا بقى بتكون الصدمه لما اخد باله ان في حيطه من الحيطان دول مجرد خدعه. فروني بقى بيجيب من الاخر وبيكسره لحد ما بيلاقي صورته مع إليشا. طبعا في الاول بيخاف ان يكون كل ده مجرد وهم، وعمال يدور على اي حد عايش فيهم وعايز يتاكد ان هو صح ولا دي مجرد هلوسه. وعمال بيصرخ في الجثث اللي مرميه قدامه وقال لهم عايز واحد فيكم بس عايش والنبي. لا واحد فيهم عايش وبيمسكه من قفاه وبيشيل القناع من على وشه وقال له انت دلوقتي انت شايف ايه قدامك؟ قال له يا باشا والله هقول لك بس ما تقتلنيش. قال له ليك الامان. قال له شايف صورتك انت واحده وممضيه كمان باسمكم روني وإليشا. طبعا روني بيفرح جدا ومش مصدق اللي سامعه. قال له ولا انا مش هقتلك، يلا غور من هنا. وبيقعد بقى يفكر في كل اللي حصل له من ساعه ما فاق، وايه كميه الناس اللي كلهم متامرين عليه، ومين هو الشخص اللي عنده القدره ان هو يخفي وجود انسان. وكمان متفق مع الدكتور وسواق عربيه الاسعاف والست العجوزه اللي شهدت عليه. ومش بس كده، ده كمان مع اختها كريستينا. بس كل دول يولعوا في كوم، لكن اخوه شيتي في كوم تاني. ليه يعمل كل ده ويتفق عليه؟ وعشان كده بيرجع زي المجنون على البيت وعمال بيدور على اخوه ما لقاهوش، وبيتصدم اكتر لما لقى فلوس كتيره جدا وسلاح كمان في بيت اخوه، وان
ان شيتي ما قالوش اي حاجه عن كل ده. وساعتها روني مسك تليفونه وبعت رساله صوتيه لاخوه وقال له اسمع، انا حددت مكانك وما تتحركش، انا جاي لك، ولو انت ما قلتش الحقيقه انا هخلص عليك وقتي. وفعلا بيوصل للمكان اللي اخوه موجود فيه، والصدمه بقى ان المكان ده اصلا في ارض زراعيه وشيتي بيكون متعلق على شجره وبطريقه في منتهى الاهانه. ساعتها روني بيتصدم وبيجري على اخوه علشان ينقذه، وسيتي فضل يصرخ وقال له ابوس رجلك، خليك واقف زي ما انت واوعى تتقدم خطوه يا الا هموت. لكن روني ما سمعش كلامه وبالفعل بيجري عليه وبيقدر ينقذه ويقطع الحبل قبل ما يشنقه. في اللحظه دي شيتي ما قالش اي حاجه غير جمله واحده بس: انا اسف، حقك عليا، هم هددوني علشان انسيك كل حاجه وانا يا اخويا ماليش غيرك، واضطريت اني اعمل كده علشان احافظ عليه. وهوبا بقى اولاد الخاينه ما بيلحقش يكمل كلامه لان فجاه في حد بيسحب شيتي لجوه الارض الزراعيه، وروني طبعا وراه لحد ما ظهر قدامه عيال نينجا كده من جوه الارض. لكن على مين؟ ده روني ابن الجحدين دخل عليهم وعمال يقطع فيهم تقطيع ولا كانهم شويه فراخ وعمال يقطع فيهم، وهو منهار وعمال بينادي على اخوه. وفعلا قدر يوصل له، لكن شيتا قال له اسمعني كويس، مفيش وقت، بس كل اللي اقدر اقوله لك ربنا يكون في عونك، وحاول تبعد عن الناس دي لانهم اخطر عصابه شفتهم في حياتي وممكن يخلصوا عليك في ثانيه. وهوب روني بيسمع صوت موسيقى لحد ما بنشوف راجل مجنون واسمه بالا، وده مجرم ومجنون ميكس كده، استغفر الله العظيم، ما اتمناش انك تقابله يا صاحبي. وبيضرب نار على شيتي، لكن روني بيقف وبياخد الطلقه في كتفه. بس على مين؟ الكلب اللي اسمه بالا بيكون معاه الالات بتاعته وبتطلع منها اسهم سامه، وسهم منهم رشق في رقبه شيتي، وفي ثانيه الا ثانيه بيموت في وقتها. طبعا روني بينهار والدنيا اسودت في عينه، وبالا بياخد رجالته وبيمشي بكل هدوء، لكن روني بيطلع يجري وراهم وعمال بينادي عليهم برغم الاصابات والجروح اللي في جسمه. وبيقف بالا وقال له روني ما تقلقش، هنتقابل تاني، بس لما تجيلي الاوامر هخلص عليك. وسابه ومشي، وواضح كده ان الموضوع داخل في حته تانيه. وتاني يوم الصبح الحكومه بتحضر في المكان وبيوصلوا لجثه شيتي، وبياخدوا التليفون بتاعه واللي طبعا بيكون اخر رساله واصله له بتكون من اخوه روني وهو عمال بيهدده. وبكده روني لبس اعدام وش، والظابط ارجون قال لهم انا عارف هلاقي روني فين، فبياخدهم وبيروحوا على المكان اللي شغاله فيه اوليفيا. وقال لها بقول لك ايه يا مزه، انت خدي القرشين الحلوين دول واتصلي على حبيب القلب وعرفينا مكانه فين بقى، واتمنى تكوني جدعه وتقفي في صفنا لانه قتل اخوه، يعني الاحسن ليكي تبعدي عنه وتبعدي عن طريقنا. واوليفيا بتقول له ما تبقاش غبي، يعني تفتكر ان هو هيقتل اخوه اللي ملوش غيره؟ انا عايزاك تفكر بطريقه احسن من كده، ومش كل همك تقبض عليه وخلاص. لو قعدت مع نفسك وفكرت شويه وتسال مين هو الشخص اللي بيحاول ينفي وجود حبيبه روني، ما هو مستحيل بعد كل ده تبقى هي فعلا مش موجوده. بس ارجون ولا بيهتم وقال لها بقول لك ايه، اتصلي بيه، هو المتهم في القضيه دي ويلا انجزي. وفعلا رنت على روني وهو رد عليها، فبتقول له حبيبي بقول لك ايه، اختفي وارمي تليفونك، علشان الظابط زبوطه اللي اسمه ارجون سامع كل حاجه. وفي ثانيه الا ثانيه قفلت المكالمه، وبكده سوحت الظباط معاه. والظابط قال لها بقى كده ماشي، ومسيرك يا ملوخيه هتقع تحت المخرطه، وساعتها هعرفك شغلي. اما بقى روني فبيكون قاعد مع نفسه في لحظات صمت كده وعمال يفتكر كل اللي حصل له من سنه واحده عدت، واللي هو نفس يوم الحادثه اللي حصل لهم. واليوم ده كان روني لسه راجع من مهمه وراح على طول على الحضانه اللي هي ملك كريستينا اخت إليشا. وقد ايه الاطفال بيحبوا روني جدا، وقد ايه كريستينا بتكرهه كره عمى وما بتكونش طايقه خلقته. وروني بقى بياخد إليشا وبيتمشوا، بس قال لها انا حاسس ان فيك حاجه وشكلها كده في حد مزعلك. وإليشا بتقول له بصراحه كده انا اختي مش طايقاك ومش حابه ان علاقتنا دي تستمر، بس ما تقلقش انا هحاول معاها ومستحيل اتنازل عنك. وفجاه بتيجي عربيه نقل وبتخبط فيهم، وبرغم ان ده اصلا مش طريقها لكن بترميهم على قضبان القطر. وطبعا إليشا بتتصاب باصابات في منتهى الخطوره، وروني بقى بيتصدم وقال لها ابوس ايدي خليكي معايا واوعي تسيبيني لوحدي في الحياه، لكن هي في الاخر بتموت. وهو ساعتها بينهار، وقتها بنفهم هو ليه كان مستسلم للموت تماما. وبنرجع لوقتنا الحالي، وروني بقى اول حاجه فكر فيها ان هو يروح عند اول شخص واللي بدات من عنده الحكايه، واللي هو دكتور المستشفى لما قال ان ما كانش في حد معاه في العربيه. وفعلا بيروح على المستشفى، لكن بيكتشف ان كان في حد دايما سابقه بخطوه، علشان لما راح بيعرف ان الدكتور في حد خلص عليه. وساعتها روني عمال بيفتكر في اللحظه اللي هو فاق منها من الغيبوبه، فبيفتكر ان هو شاف الشخص اللي اسمه بالا ده قبل كده وكمان خبط فيه، فعلى طول بياخد بعضه وبيروح يشوف الكاميرات اللي موجوده في المستشفى. وبالفعل بيشوف بالا وكان واقف مع كريستينا، وكان شكلهم بيخططوا هما الاتنين لحاجه، وبيبقى في منتهى الصدمه اول لما شاف كريستينا واقفه معاه. اما بقى كريستينا فبتكون رايحه على المعبد وبتقول للكاهن ده هو انت كل شويه بتتصل عليا ليه وانت عارف ان انا ما ينفعش اجي هنا؟ والراجل بقى ما ردش عليها اصلا. وهوبا بتلاقي روني جاي من وراها وبيقوم مولع في المكان اللي هم فيه لانه كان حاطط حواليه حطب، واللي هو يعني يا اما تعترفي بالحقيقه كلها يا اما هسيب
هسيبك تولعي هنا. فبتقول له ابوس ايدك، والله ما كانش بايدي حاجه، ده الكلب اللي اسمه بالا هو اللي جه وهددني ان ابعدك عن اختي، وكمان حرق باص من الباصات بتاعت الحضانه وقال المره الجايه هيبقى فيها اطفال ولازم تنهي العلاقه اللي ما بين اختك وما بين روني، ويا كده يا اما هخليها دمار على الكل. وفجاه روني بيسمع نفس صوت الآلة الموسيقيه اللي بتكون مستفزه جدا واللي هي بتاعت بالا، وكان لسه هيرمي سهم على كريستينا بس روني بيلحقها وبيمسكه. ما هو مش كل مره هتموت واحد، فوق كده وعينك ما تشوف الا النور. دخل في عركه ما بعدها عركه والضرب في كل مكان، وروني ايه عامل زي المجنون ويا روح ما بعدك روح، وعمال يكسر ويدغدغ فيهم وما سابهمش غير لما كسرهم وحرقهم ودمرهم وخلص عليهم كلهم. وبعدها بيدخل على اللي اسمه بالا وروني بيهجم عليه بكل قوته، لكن الواد ايه بيطلع مفاجأة، سريع جدا وقوي، لا وكمان مستفز. اما بقى روني ما كانش عارف يديله ضربه واحده، وبالا عمال يستهزأ بيه لحد ما خلاه قطع النفس، لكن برغم كده ما قتلوش وسابه ومشي. لكن روني بيلاقي التليفون بتاع بالا مرمى على الارض، ولما فتحه بيلاقي كميه مكالمات ورسايل ومن واحده اسمها اوليفيا. وهنا بتكون الصدمه بقى ان الموزه الجامده جمدان واللي عامله نفسها بتحبه طلعت واحده منهم، ومن غير ما يفكر روني بيروح لها على طول وقال لها بقى انت يا واطيه تخدعيني، وانا اللي حكيت لك عن كل اسراري وفتحت لك قلبي، ده انت الوحيده اللي في حياتي، دخلتك بيتي وخليتك تغسلي الهدوم وتغسلي المواعين. واوليفيا بقى بتكون في منتهى الاحراج ولسه هتشرح له، لكن بتلاقي واحد هوبا ضرب عليهم نار فبتنقذ روني، وبنفهم وقتها انها بقت معاه. وروني بقى بيطلع ورا الراجل ده اللي كان عمال بيضرب عليهم نار، واوليفيا هي كمان بتجري وراه لحد ما بيوصلوا عند المطبخ بتاع المكان، وهوبا بيطلع كل الطباخين نينجا وكلهم تبع بالا، والعركه بتكبر بقى ويلا كله بيدب في كله بالحلل شغال والمعالق والشوك وعمالين يدب في روني، وروني عمال بيدب فيهم. لا والاغرب من كده ان اوليفيا هي كمان طلعت نينجا وطلع ليها في الاكشن هي كمان، وبتمسكهم وعماله بتدغدغ فيهم، والبت ما شاء الله عليها برغم انها مزه وجامده جمدان لكن في الاكشن ملهاش وصف او عنوان. لكن وقتها بنشوف الواد ابن الغدارين ده كان لسه بيحاول يقتل روني، وواحد من الرجاله اتصل ببالي وقال له شفت يا باشا البت اللي اسمها اوليفيا شكلها حبت الواد وغدرت بينا، لا وكمان بتقتل في رجالتنا. وبالا قال له بس بقول لك ايه خلص عليهم هما الاثنين، والواد ده لازم نخلص عليه باي شكل. وفعلا حاول يضربه بالنار، لكن اوليفيا بقى بتكون فعلا عشقته وبتحبه بجنون، وعشان كده بتجري عليه وبتضحي بنفسها وبتاخد طلقتين. وروني بيخلص عليه وحدف عليه سكينه وجاب اجله وبيجري على اوليفيا وقال لها ابوس ايديك بلاش انت كمان تموتي، طب ده انت الحاجه الطريه الوحيده في الفيلم. فبتقول له ما تقلقش انا كده كده خلاص بموت، بس عايز اقول لك سر وقرب ودنك ليا، وعايز اقول لك ان في حته طريه كمان لسه موجوده في حياتك ولسه عايشه، واللي هي حبيبتك اليشا، هم كدبوا عليك علشان هي ما ماتتش. طبعا روني بيسمع الكلمتين دول وكأن الدنيا كلها نورت في عينه، هوبا الحياه الحلوه بترجع له تاني، والبنت الغلبانه لسه ما كملتش كلامها فبينساها وبينسى اللي جابوها، وبيفرح ان حبيبته لسه عايشه وان هو ما طلعش مجنون. وعلشان يتاكد من اللي سمعه فاول حاجه بيعملها بيطلع على القبر بتاعها وعمال يحفر فيه لحد ما بيوصل للتابوت، والصدمه بقى ان التابوت ده اصلا بيكون مليان زلط ورمل. وساعتها روني فهم ان في حد ومش اي حد هو اللي دبر لكل ده وعمل خطه شيطانيه وما تخرش الميه. طيب هو مين وليه وازاي؟ هتعرف يا صاحبي القصه من اولها، وهنرجع بالزمن لمده سنه وبنشوف اليشا وهي فايقه من النوم وبتلاقي نفسها مربوطه من ايديها وفي قصر فخم جدا وقدامها نمر، حاجه كده تخلي اتخن تخين يعملها على روحه. وطبعا هي عماله بتصرخ وبتنادي على روني وبتكون خايفه جدا. لا والمخيف بقى انها بتلاقي صور ليها هي شخصيا وفي وضعيات يعني مش عايز اقول لكم مش محترمه خالص، وهي عمرها اصلا ما عملتها ولا عمرها لبست اللبس ده. وكمان بتشوف راجل غريب كده واقف جنبها، وها هو الرجل الغريب اللي صوته وشكله مهيب وعنده سلطه وفلوس بشكل عجيب. الراجل ده اسمه شاكو، وقال لها حبيبه قلبي وحشتيني قوي، استنيتك كتير وما صدقت ان انت رجعت لي بالسلامه. فبتقول له حبيبتك مين حضرتك؟ قال لها انت يا افانتيكا. فبتقول له هو حضرتك عبيط ولا ايه؟ انا مش افانتيكا انا اليشا، انت اكيد فاهم غلط او متلخبط فيا. فبقول لها لا يا حبيبه قلبي انت توأم روحي وعمري ما اتلخبط فيكي، وعايز اقول لك ان انت فعلا نسخه منها الا حاجه واحده بس وهو الخوف اللي في عينيكي، علشان افانتيكا عمرها ما خافت وقلبها قلب حديد. وهي بتقول له لا يا مساء الاستباحه على ملك البجاحه، يا عم افهم انا مش افانتينا انا اليشا. قال لها طب بصي انا هحكي لك عن حبيبتي افانتيكا وانت هتفهمي كل حاجه. وفي البدايه كده هي بتكون شغاله في ملاهي ليليه، وبرغم كده كانت اشرف من الشرف ومفيش راجل يمد ايده عليها الا انا طبعا، اصل ما قلتلكيش اي راجل كان بيقرب منها كانت بتقطع له ايده. ومش عايز اقول لك بقى ده اخرهم بقى كان واحد وكان زعيم عصابه، وبنت العفريته قطعت ايده وخلصت على نص العصابه، لا وكمان جايبه ايده وجات لي بيها ورمتها قدامي بكل
بتقول لي رومانسيه وبتقول لي مسعودي دي هديه حبنا، مش هنتجوز بقى ولا ايه؟ ده انا سمعتي بقت على كل لسان، وانت عارف ان الرقاصه مننا ملهاش الا سمعتها يا عينيا. وطبعا هو كان بيعشقها جدا وما كانش بيقدر يرفض لها طلب، وتاني يوم على طول عمل لها فرح فخم جدا والاجواء حلوه وقضوها رقص وغنى وما شاء الله ما جمع الا لما وفى. الاتنين اعبط واهطل من بعض، بس الغريبه بقى انها شكلها جدا فعلا. المهم لسه المأذون بيقول لهم بارك الله لكم وبارك عليكم، قام بياخد طلقه وما كملش الدعوه علشان زعيم العصابه اللي هي قطعت ايده امبارح لملم الجروح وجاب العصابه وبيجي نازل ضرب نار عليهم، والضرب بقى في كل مكان. عصابه شاكو وعصابه الراجل ابو ايد مقطوعه، ضرب من هنا وضرب من هناك، والعروسه ايه ما شاء الله عليها داخله على الرجاله ضرب ودمار. امال في الدخله هتعمل ايه الله يحرقك؟ وشاكو هو كمان بيعشق الدم ونازل فيهم قتل وتقطيع لحد ما هما الاتنين برجالتهم خلصوا على العصابه كلها. هل كده خلصت؟ لا ما خلصتش، علشان الصدمه بقى ان افانتيكا بتاخد رصاصه في قلبها وبتقوم ميته وما بتقومش ويلا على الاخره، وبدل ما تبقى ليله دخلتها بقت ليله خرجتها وهي غارت في داهيه. وطبعا شاكو بيتصدم صدمه عمره لان دي الست الوحيده اللي حبها واتملكت من قلبه، فبيتجنن وبيروح بالدم اللي عليه وبيطلع على الكنيسه وعمال بيتعصب وقال كلام ما ينفعش اقوله علشان تعدى حدوده في الكلام، وعمال بيدعي انا عايز افانتيكا مره تانية ويا اما ترجع لي للحياه ويا اما هدمر الدنيا باللي فيها. وعلشان هو راجل شريف وعفيف ونضيف بيخرج من هنا وبيلاقي إليشا من هنا وهي سبحان الله نسخه من افانتيك، لكن شاف معاها روني وقال بس البت جايه لي على طبق من ذهب، بس هو ده الشوكه اللي هتوقف لي في الزور. وبيتكلم مع اخوه الصغير العاله اللي اسمه بالا، وشافها في نفس التوقيت لما روني اتخانق مع الشباب لما كانوا قاعدين في الكافيه، واول حاجه عملها مسك الواد اللي زقها، وبعد العركه ما خلصت وروني مشي هو حبيبته مسك الواد وخلص عليه، وبيخلي اخوه بالا يروح ويلف على كريستينا وقال لها ابعدي اختك عن الواد اللي اسمه روني علشان احنا عايزينها ويا كده يا هنخلص عليكم كلكم بالاطفال. وهي بصراحه حاولت كتير بس ما بتعرفش، فبيدبروا موضوع الحادثه وعلى طول رجاله شاكو بيروحوا ياخدوا إليشا من العربيه وفبركوا بقى كل حاجه بعد كده، واللي بيرفض يقف معاهم في تنفيذ الخطه بيخلصوا عليه وقت. إليشا بقى لما عرفت كل ده بتصدم، بس هو قال لها برغم كل ده انت مزتي وحبيبه قلبي انا بحبك يا بت، وهي ما عملتش اي حاجه غير بس اغمى عليها. وبعدين بتفوق وبتلاقيه نايم جنبها على السرير وقال لها وحشتني يا مزتي، فبتقوم تجري وبتمسك سكينه وبتقول له اسمع يا لط خنته لو ما بعدتش عني انا هقتلك. وشاكو بيفرح قوي وقال لها يا اخيرا بقيت شريره زي افانتينا، ايوه كده، وبيمسك السكينه وقال لها حبيبتي دي سكينه حبنا، وابن المجنونه بيرشقها في صدره واللي هو الله يخرب بيتك في ايه مش كده، وقال لها على فكره انا بحبك حب جنون، اما بقى روني هينساكي. فبتقول له لا مستحيل روني ينساني، ده مستعد يحارب الدنيا علشاني، وهو بقى عمال يزن على دماغها علشان توافق انها تتجوزه وهي ابدا. فبتقول له خلاص خلينا بقى نتفق، انا هدي روني فرصه لمده سنه، لو هو حب واحده غيري هتجوزها، لكن لو فضل فاكرني وعمال يدور عليا صدقني مش هخليك تطول شعرايه مني. وبكده بقى فهمنا ليه شاكو عمل كل البلاوي دي. ونرجع بقى لوقتنا الحالي ونروح لروني اللي خد بعضه وبيروح على اسم الشرطه وقال للظابط ارجون بقول لك ايه انا عرفت ان إليشا لسه عايشه لكن مش عارف اوصل لها ازاي. والظابط ارجون قال له بس انا عندي فكره لو اتنفذت هنقدر نوصل لها. وفي الوقت ده بنشوف واحد خاين في القسم وبيبلغ بالا بكل حاجه، وبالك على العاده بيقول لشاكو، وشاكو قال له روح خلص كل حاجه وهات لي روني حي. وبالفعل بياخد الرجاله والسلاح وبيروحوا على القسم وبيفجروا كل العربيات وبيحاصروا المكان كله، وبيدخل بقى بام الصفاره بتاعته اللي مصدعانا طول الفيلم ده. وهنا بنلاقي الصدمه ال 155 علشان الظابط ارجون بيسلم روني تسليم اهالي وبقول له يا عم هو انا مش كلمتك يلا هات الفلوس وحلال عليك روني، واللي هو يا ابن الغدارين حتى انت طلعت غدار، امال مين هو الوفي في الفيلم ده؟ وفعلا بياخد شنطه الفلوس وبلا بياخد روني وبيروحوا على قصر شاكو، لكن بنعرف بعد كده ان الظابط ارجون هو اللي متفق مع روني ان هو يسلمه علشان كل هدفه يوصل لحبيبته وينقذها من ايديهم. اما بقى شاكو فبيروح لإليشا وقال لها شفتي بقى روني حبيب القلب ما طلعش مخلص ولا حاجه، وبيوريها صوره روني مع البنت اللي اسمها اوليفيا لما كانت مقربه منه وهو كان نايم ومش حاسس بيها، فبتقول له لا انت كذاب وانا مش مصدقاه، ولو انت فعلا راجل بحق وحقيقي خلينا اقابله واتكلم معاه وهساله اذا كان فعلا عمل كده ولا لا. وشاكو بيوافق ان هي تنزل وتقابله، وطبعا روني اول لما شافها وكأن روحه اتردت ليه ومش مصدق ان هي قدامه لسه عايشه، فبتجري عليه وبتحضنه وهو شالها ومش مصدق وان هو اخيرا بعد
بعد سنه بيقابلها مره تانية، فبتقول له انا كنت عارفه متاكده ان انت عمرك ما هتنساني، وعارفه ان انا الوحيده اللي في قلبك. وهنا روني بقى قلب كل الموازين وقال لها لا، مين قال لك كده؟ انت بالنسبه لي كنت واحده ميته، وانا فعلا حبيت واحده تانية، واذا كنت شفت اي حاجه فهي صح. اما بقى هي فكأن في سكينه واتدبت في قلبها ومصدومه من اللي هي بتسمعه، وبتقول له بقى كده يا غدار يا ابن الغدارين، ماشي وادي يا بالا، قول لاخوك ان انا موافقه والفرح بتاعنا بكره، ومش عايز اشوف وش الكلب ده مره تانية. وبتطلع من هنا وبالي بيقول له روني برافو عليك، نفذت كل اللي امرتك بيه. وبنعرف ان بالا ابن الجزمه هو اللي هدد روني ان هو لو ما قالش كده هيخلص عليها قدامه، وقال له انت عارف البنت بتاعتك دي فضلت تعذب اخويا كاشو لمده 365 يوم، ويا رجاله قدامكم 365 دقيقه تعذبوا فيه براحتكم، وبعد كده يبقى خلصوا عليه زي الكلب. وفعلا بياخدوا روني وبيكتفوه، لكن محدش فيهم ضربه، دول بيعملوا الانقح من كده علشان بيكونوا موصلينه بسلك كهرباء وبيفضل يتكهرب وبيعذبوا فيه. تفتكروا هو بيتعذب؟ طبعا لا، دي الكهرباء بالنسبه له مجرد شحن وهو بيتشحن بيها، علشان الواد ايه بياخد السيخ ده وقام رشقه في رقبه اللي قدامه، وبقدره قادر زي ما فك الكلبشات بيقدر يفك الجنزير. وسامحني يا رب على الكذب اللي انا شايفه. وبينزل بقى على الرجاله هب دب وشحط محط فوق وتحت، وخلاهم مش عارفين وشهم من قفاهم. هل الموضوع بيخلص على كده؟ طبعا لا، علشان روني بعد ما خلص عليهم بيطلع بقى يدور على حبيبه قلبه إليشا، اللي اصلا في عالم تاني وموجوده في الفرح مع كاشو، واللي هو يعني ايه السرعه دي يا بنت الغدارين، هو انت لحقتي؟ لا، وكمان بيسمع جرس الكنيسه ومعنى كده ان الفرح بدا. بس طبعا روني حالف ما يوصل لشاكو قبل ما يخلص على السحليه اخوه اللي اسمه بالا. وفعلا روني مسك رجاله بالا ودخل عليهم زي المجنون، ضرب يمين وضرب شمال، وهم حاولوا يربطوه بالحب بس على مين؟ روني هو اللي مسك الحبال ولفها على رقبتهم كلهم. ما خلاص بقى الاسد فاق وانا اللي هدب فيكم كلكم، ويا روح ما بعدك روح. وبيخلص على معظم الرجاله، وبعد كده دخل بقى عركه راجل ضد راجل، ومع مين؟ مع بالي. وروني ايه على اخره، ولما صدق شافه وش الوش، واللي هو بقى انت يا ابن الهير ما تعمل فيا كل ده انا هنفخك انت واللي معاك. وهوب رشق الخنجرين دول في ظهره وكانه بيشق حته بطيخه، وبيخلص على باله وبيغور في داهيه. حلو الكلام؟ لا مش حلو، لان روني بقى بيفرح قوي وان الحمد لله لسه ما تمتش مراسم الجواز، وبيلاقي كل عصابه شاكو بيتكاتروا عليه، واللي هو يعني ايه يا جدعان مالكم في ايه، وبيتلموا عليه. بس هو بيطلع اسد، اللهم لا حسد، ضربه يمين وضربه شمال وضربه فوق وحبه تحت، ومحدش بيصدق عليه، والدكر اللي يمد ايديه. وشكل كده حسدته ولا ايه؟ علشان للاسف زي ما احنا عارفين الكتره بتغلب الشجاعه، وهم بصراحه كتير جدا، ونزلوا في الواد ضرب وتخبيط لحد ما دغدغوه حرفيا، لدرجه ان هو مش قادر يتحرك ولا يقف على رجله. ومش بس كده، ده كمان شاكو بذات نفسه بيدخل ومسك روني وعمال يضرب فيه واهانه قصاد الجميع. ما هو خلاص الواد فقد قوته والشحن خلص. والاغرب من كده بقى ان إليشا بتكون ماسكه المسدس ده وبتقول له اوعى انت كده يا شاكو، انا هخلص على الكلب ده بنفسي. وشاكو بيفرح قوي ان البت خلاص بقت بتحبه وبتكره روني كره عمى. تفتكر دي النهايه؟ طبعا لا، لان البت بتكون اصيله قوي وبتدي السلاح لروني وبتبص لشاكو وبتقول له ده حبيبي وانا عمره ما اخونه، وانت يا عم اللهبل فوق من الاوهام اللي انت عايش فيها دي، فوق يا موهوم يا ابن الموهومه. وشاكو بيتصدم وبيضحك قوي وقال لروني خلاص سيب السلاح وتعالى واجهني راجل لراجل، يعني هي جت عليا. وقد كان روني قام له مره تانيه وكله غل وحقد وكراهيه، وشكل المزه دي قوت قلبه، والمره دي بقى قدر يجمع قوته ونازل ضرب في شاكو وكانه ماسك مخده وعمال ينفضها، وتقريبا كده كسر ضلوعه ودراعاته ورجليه. وشاكو مش قادر يتكلم او ينطق يقول ايه لحد ما خلاه واعي زي الخروف ومش قادر يتحرك من مكانه. لا والغريب بقى بص لإليشا قوي وقال لها افانتيكا افانتيكا حبيبتي تعالي وسيبيه. بس هي بقى بتكون جابت اخرها خلاص وبتقول له بقول لك ايه يا مجنون يا ابن المجنون انت، انا مش افانتيكا انا اسمي إليشا. وغور بقى الله يحرقك، ده انا من ساعه ما شفتك وانا عايشه في مصايب. اما بقى روني قال له بقول لك ايه، ما هو مش معنى ان انت مش قادر على بعاد حبيبتك اللي ماتت قصاد عينيك يبقى تدمر حياه ناس كتير، وفوق شويه لنفسك وما تبقاش اناني. وما لحقش يخلص كلامه لكن الصليب اللي في الكنيسه بيقع على شاكو وبيفصل رقبته عن جسمه وهو غرف داهيه هو كمان. اما بقى روني علشان رجوله ومجدع قوي فبيعمل له قبر جنب اخوه وكل شويه يروح يزورهم، واخيرا بيعيش حياه سعيده وهاديه هو وإليشا بعد سنه كلها عذاب ودمار وخناقات. بس كده، واتمنى اشوف رايك في تعليق، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه. وبالحق عايزك تلف لفه كده في القناه هتشوف افلام كتير جدا هتعجبك، وان شاء الله اشوفكم الفيلم الجاي. سلام.